العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. نمو الحياة البرية في قلعلو. التنظيمات الوطنية في الخرطوم تؤكد تعزيز مساهمتها في المهمات الوطنية. لقاء لمعالجة معرقلات العملية التعليمية في مديرية عدخالة. بايدن يبحث مع نظيره الصيني سبل عدم تحول المنافسة بين بلادهما إلى نزاع. حكومة جديدة في لبنان من غير سياسيين بعد عام من الفراغ. وانطلاق المناورات الاستراتيجية القرب 2021 بين روسيا وبيلاروسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مسؤول شرطة الغابات والحياة البرية في مديرية قلعلو السيد محمد أحمد نمو جيد للغابات والحياة البرية في المديرية، وذكر أن المديرية غنية بمختلف الأشجار المستوطنة والحيوانات البرية، مشيدا بدور الشعب لحراستها. وقال إن هطول أمطار جيدة الانتشار هذه السنة جعل وفرة من الحشائش والمياه للبهائم، مؤكدا اتخاذ إجراءات عقابية ضد قاطع الأشجار. وتجري في مديرية قلعلو أنشطة التشجير في بلدة قلعلو ومقبرة الشهداء ودور العبادة والمنازل والمؤسسات ضمن الحملة الخضراء التي تنتظم البلاد. أكد أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في السودان مشاركاتهم في كافة المهمات الوطنية بوعي عالي وتمتين تأطيرهم وتقوية وحدتهم، وذلك في اللقاء الذي عقده لهم سعادة السفير عيسى أحمد عيسى في 10 من سبتمبر، مدركين بأن النتائج المحققة حتى الآن نتاج للجهود الجارية بالقدرات المنسقة في كافة ميادين التصدي، مؤكدين جاهزيتهم للمساهمة بقوة حسب تأطيراتهم لإبراز صورة إريتريا الحقيقية والدفع بالبرامج التنموية. من جهته أوضح سعادته بأن التنظيمات الوطنية في السودان قامت بدور رائد في رعاية الثورة الإريترية، وأكد ذلك في حماية السيادة وإعادة الإعمار بوحدة وتنسيق قويين، مشددا على ضرورة العمل بالتركيز على تعزيز وحماية هذه القوة الوطنية. وذكر سعادته دور الشباب الإريتريين البارز في نيل الحرية وحماية الاستقلال وتحقيق مسيرة التنمية الجارية للتحرر الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة العمل للاستفادة من هذه الثروة الهائلة في مرحلة التصدي والتحدي الحالية في كافة المجالات لتنشئة الجيل الحالي وتقوية التنظيمات الوطنية. في الختام، أجاب سعادة السفير عيسى أحمد عيسى على الأسئلة والاستفسارات التي قدمت إليه من قبل المشاركين، مؤكدا بأن السفارة ستقوم بكل ما في وسعها للدعم والتعاون لهم. عقدت إدارة التعليم في مديرية عدخالة اجتماعا يوم 8 من سبتمبر لمعالجة معرقلات العملية التعليمية. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ تسفاي سبهاتو أن نسبة النجاح كانت في العام الدراسي الفائت 82.2% في المرحلة الابتدائية و71.5% في المرحلة المتوسطة و70.5% في المرحلة الثانوية، مشيرا إلى تدني نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة تستدعي البحث للتعرف على الأسباب ومعالجتها. وبحث الاجتماع أسباب رسوب الطلاب وتدني المشاركة في التعليم وأوضاع البيئة التحتية في المدارس وتأثيرها على العملية التعليمية ومتابعة تطور التعليم ودور وعلاقة أولياء الأمور بالمدرسة.
وقال مسؤول التعليم في الأقليم الجنوبي الأستاذ حبتزكي كيداني في الاجتماع إن نفوق الطلاب يتآتى في الأساس بجهد واهتمام الطالب أولا، ثم دور المعلم وأولياء الأمور، ويجب التعرف على المميزات والقصور. وأوضح مدير مديرية عدخالة السيد عند مسقل أدحانوم أن تدني مستوى الطلاب يعالج بتعاون المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن زواج القاصرات من أهم أسباب مقاطعة التعليم. وتوجد في مديرية عدخالة 41 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. أعرب سكان مديرية حجاد عن ارتياحهم للخدمات الاجتماعية، مؤكدين العمل للإيفاء بكل المتطلبات لتطويرها. وأوضح السكان أن إقامة عيادات في بقو وعد فاكاي وحشيشاي وأشراء وقلاس ومستشفى عمومي في حجاد ونقطتين صحيتين في بادوب وعد أري ومشاريع المياه في 15 ضاحية حسن من أوضاعهم. وذكروا وجود 37 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ووجود خدمات المواصلات والاتصالات. وطالبوا بحل نقص خدمات الهاتف النقال في ضواحي عد أري وشبق وعد عمر وأشرة وحشيشاي. ويحصل سكان حجاد على خدمات المواصلات بتعرفة مناسبة على خط حجاد أقردات وحجاد أسمرة. يقوم سكان منطقة ليبان في مديرية لوغو عنسب إقليم القشبركة بالتنسيق مع قوات الدفاع المرابطة في المنطقة بإصلاح الأراضي المتضررة من انجراف التربة لفترة طويلة. وأوضح المدير التنفيذي للمديرية السيد تسفاي كستة بأن العمل الجاري بإشراف إدارة المديرية بدأ منذ منتصف 2021 وينجز بمشاركة فعالة. وذكر السيد تسفاي بأنهم كانوا يعملون ببناء مدرجات في الأراضي الزراعية قبل هذا البرنامج، مشيدا بأصحاب السيارات من أبناء المنطقة الذين قاموا بنقل الحجارة المستفادة منها لبناء الحواجز المائية. وأكد السكان بتقديم كل ما في وسعهم لإنجاح المهام الجارية في منطقة دومبا لاستقرار الأراضي والتنمية. هذا وتعد ضاحية ليبان أحد الضواحي 13 المكونة لمديرية لوغو عنسبة، وتبعد عن العاصمة أسمرة من الناحية الغربية حوالي 44 كيلومترا. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. في مباحثات هي الأولى منذ 7 أشهر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى أول مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جي بينغ في محاولة لضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى نزاع. ومرت العلاقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب في عهد ترامب الذي أشعل فتيل حرب تجارية بين القوتين العظيمتين في العالم. وقد أبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة على البضائع الصينية، واعتمدت سياسة صارمة بشأن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين. أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين. وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 شخصية غير سياسية، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية. وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول سحرية تضع حدا لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها ماليا تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق المناورات العسكرية الاستراتيجية المشتركة بين روسيا وبيلاروس القرب 2021. وأوضحت الوزارة أن المناورات ستجري في 9 ميادين تدريب واقعة في أراضي روسيا و5 أخرى في أراضي بيلاروس في الفترة من 10 إلى 16 من سبتمبر. ويحضر المناورات عسكريون من أرمينيا والهند وكازاخستان وقرقزستان ومنغوليا، فيما تمثل كلا من أوزبكستان وباكستان وسريلانكا فرق عمليات من الضباط الذين انضموا إلى مقر التمرين. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. نمو الحياة البرية في جلالو. التنظيمات الوطنية في الخرطوم تؤكد تعزيز مساهماتها في المهمات الوطنية. لقاء لمعالجة معرقلات العملية التعليمية في مديرية عدي خالة. بايدن يبحث مع نظيره الصيني سبل عدم تحول المنافسة بين بلادهما إلى نزاع. حكومة جديدة في لبنان من غير سياسيين بعد عام من الفراغ. وانطلاق المناورات الاستراتيجية القرب 2021 بين روسيا وبيلاروس. إلى اللقاء.